واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله، خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، ان جاهلية القرن العشرين اشد جهلا من الجاهلية الاولى. الجاهلية الاولى كانت تؤمن بوجود الله، ولكنها كانت تنكر البعث بعد الموت. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولكنهم انكروا ان هناك حياة بعد الموت، واقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا، ولكن اكثر الناس لا يعلمون، ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا انهم كانوا كاذبين. انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. اما جاهلية القرن العشرين فقد انكرت وجود الله وانكرت البعث بعد الموت. على وجه الارض 1200 مليون شيوعي لا يعرفون ولا يعتقدون ان للكون الها. ولقد عجبت وانا اطالع هذه المقاطع لاحد فلاسفة لبنان، وهو من شعراء المهجر في امريكا، قال عن البعث كلاما ان دل على شيء فانما يدل على الالحاد والكفر. ذلكم الشاعر هو إليا ابو ماضي الذي غنى له الموسيقار الدكتور كلاما يدل على الكفر الصراح. غنى الموسيقار لإليا الملحد كلاما قال فيه: جئت لا اعلم من اين ولكني اتيت، ولقد ابصرت امامي طريقا فمشيت، وسابقى سائرا ان شئت هذا او ابيت. كيف جئت؟ كيف ابصرت طريقي؟ لست ادري. هذا كفر، هذا كفر. جئت لا اعلم من اين، لا تعلم من الذي جاء بك، لا تعلم من الذي خلقك. لقد كانت رابعة رضي الله عنها اعلى مقامة، وكانت ارفع قدرا عندما سألها احد الناس: يا رابعة من اين والى اين؟ سألها سؤالين: من اين والى اين؟ اتدرون بماذا اجابت عن السؤالين؟ اجابت عن السؤالين بقوله تعالى: انا لله وانا اليه راجعون. اما ان تذيع الاذاعة على اسماع الموحدين هذا الهراء، هذه الفلسفة الجوفاء: جئت لا اعلم من اين، لا تعلم من اين، من الله، من الله، ولكني اتيت عبثا. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. ماذا يقول إليا ابو ماضي عن البعث؟ ماذا يقول عن البعث بعد الموت؟ يقول: أوراء القبر بعد الموت بعث ونشور، فحياة فخلود أم فناء ودثور؟ أكلام الناس صدق أم كلام الناس زور؟
اصحيح ان بعض الناس يدري؟ لست ادري. ان اكن ابعث بعد الموت جسمانا وعقلا، اترى ابعث طفلا ام ترى ابعث كهلا، اترى ابعث جزءا ام ترى ابعث كلا، ثم هل اعرف بعد الموت ذاتي؟ لست ادري. ان يكن الموت هجوعا يملأ النفس سلاما، والعتاقا لا اعتقالا وابتداء لا ختاما، فلماذا اكره الموت؟ لماذا اعشق النوم ولا اهوى الحمامة؟ ولماذا تجزع الارواح منه؟ لست ادري. ان يكن الموت بعده صحو طويل، فلماذا ليس يبقى عيشنا هذا الجميل؟ ولماذا المرء لا يدري متى وقت الرحيل ومتى ينكشف السر يا صديقي لا تعللني بتمزيق السطور بعدما اقضي، فعقلي لا يبالي بالقصور. ان اكن في حالة الادراك لا ادري مصيري، كيف ادري بعدما افقد رشدي؟ لست ادري. هذا كلام يردده إليا أبو ماضي، أو بعبارة أرحب أفقا ترددها جاهلية القرن العشرين، ويرد عليها مولانا تبارك وتعالى بآيتين اثنتين، ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا. اسمعوا الى رد الاله القادر: اولا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. لا اله الا الله. اولا يذكر، الاستفهام هنا للتوبيخ، والواو عاطفة على مقدر. انسي الانسان ولا يذكر؟ أيغفل ولا يذكر أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ والله الذي لا إله غيره لو شاء الله لهذا الميت الذي بيننا أن يتكلم لقال لقد رأيت الله وقفت روحي أمام خالقها. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه؟ قال من يحيي العظام وهي رميم. اعجب معي، لماذا لم يقل تعالى وضرب لنا مثلا قال من يحيي العظام وهي رميم، انما قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه؟ لأنه لو تذكر خلقه ما قال هذا السؤال أبدا، ما قال من يحيي العظام وهي رميم. ولذلك لم تكن الإجابة قل يحييها الله، قل يحييها البارئ، قل يحييها المصور، حتى إذا لم تعترف بالله فأنا أقول لك يحييها الذي أنشأها أول مرة، يحييها الذي أنشأها. ولذلك على الذين يقفون أمام قضية البعث يهزون الرؤوس، على كل واحد منهم أن يسأل نفسه هذا السؤال: أموجود هو أم معدوم؟ إن قال أنا معدوم فلا كلام بيننا وبينه، لأننا لا نستطيع أن نخاطب المجانين. إن قال أنا موجود فاسأله من الذي أوجدك؟ يا من تنكر البعث بعد الموت، أجب على هذه الأسئلة: فيما خلقت، ومما خلقت، ومن الذي أمدك بالغذاء، ثم من الذي أمدك بالأكسجين، ثم من الذي أمسك بميزان الحرارة في الرحم، ثم من الذي أمر الرحم أن يخرجك منه والسبيل
السبيل ضيقة جدا